اكتر مدافع كنت بتتضايق في ماتشاته، علي جبر ولا شوقي السعيد ولا صلاح سليمان؟ انت جبت لي ناس كلهم لعيبه محترمه ولعبت عليهم في ماتشات كتير، بس مش بتضايق، ما بتضايقش من حد فنيا، مش هتضايق من حد لا يبقى احسن يعني يبقى بيغلس الغلاسه. شوقي السعيد في مره، ملك شوقي ها؟ السعيد كان ادالك كان واحده. هيعميني والله العظيم. ويا ريته يعني انا اللي اتطردت في الماتش ده، انا ضربته بجد في الماتش ده، بجد؟ ضربته بالقلم وهو اللي اتطرد والله العظيم. يعني بس انت ضربته والله هو انت اللي عارف اتطرد بجد؟ والله عارف عمل ايه في بيقول لي هضايقك دلوقتي، هو بيقول لي فحط ضوافره في عيني، عيني كلها بدأت تجيب ميه حمرا كده من هنا، اوف. رحت لطشه بالقلم اه. والله وبعدين اتطرد اهو. يعني ده غير المشهد اللي انا شفته له، كان في مره هو في الاسماعيلي وانت في لا الاهلي وداس عليك. لا ما داش ده فهو ده المشهد هو ده ده المشهد بتاع ده؟ الجونه، ماتش الجونه اللي كنا بنلعب الاسماعيلي في الجونه، ده حط ضفره في عيني والله. اوف. لا هو كان دايما على طول هو عنيف ها؟ لا حاجات بره الكوره بقى، بيحاول يخرجك بره الكوره بقى، امم. ما اعرفش. فهو ده موقف ضايقتني، بس ما كنتش عادي لو لعبت عليه تاني ما عنديش، لعبت عليه مره تانية وتالتة اوكي. وعادي. اه لكن المدافعين الجامدين محمد عبد المنعم، طبعا. دلوقتي لعبت اجمد. قدامه في فيوتشر وسموحه والاهلي. اوكي. لا هو نسخه الاهلي مختلفه كمان عن فيوتشر وسموحه، فيها خبره اكتر، فيها نضج اكبر. مختلفه اه مختلفه تماما في القوه وفي القرايه بتاعت. ويعني هو بدأ يعني ايه في حاجات في المدافعين غير القوه والسرعه والحاجات، وغير ال 18 ان هو امتى هو وكمان وهو بيلعب على المهاجم، امتى يخلي المهاجم حاسس بيه، امتى المهاجم يبقى لمسه، امتى يبقاش خلي المهاجم مش شايفه، امتى يبقى حاطط جسمه في جسم المهاجم. الحاجات دي انا هبقى عارفها صح. انا مش حاسس بيه دلوقتي، انا مش عارفه فين، هو فين؟ فابتدي افكر بتفكير انا العب حاجه قدامي غير ان انا ترن، غير ان انا ببقى لمسه وشايفه وحاسه ببقى ترن بيه. فهو بدا يبقى الحاجات دي عنده، حاجات ما انت ما تحسهاش انا احس بيها. فهو لا اتطور لا بقى. بس الناس اللي بتقول عليه ان هو مغرور على الكوره، لا دي ثقه، يعني الثقه الزياده دي ما تخوفش؟ اي لعيب جامد ما عنده الحته بتاعت الثقه الزياده دي، خلي بالك. بس لو مدافع غير لو مهاجم غير لو ليه ما في تعالى بقى للمدافعين العالميين، بس احنا بس اللي بنأفور المواضيع شويه. لما يبقى لعيب عنده ثقه زياده وبتاع وما اعرفش ايه، خلي بالك في كم مدافعين جامدين في العالم اتقطعت منهم كرة من ثقه زياده، او كان عايز يعمل فكره او بتاع، كم حصلت كم بس كتير. هنا بيتذبح يعني هنا في مصر بيتذبح، ما دي ثقه زياده وما اعرفش، لكن بره لا يعلم يدوله الثقه دي، وبعدين يبتدوا يصححوا له الاخطاء، وهو يبتدي يشوف ان هو عمل دي غلط وكان المفروض لا يبقى دي، فاهم؟ لكن احنا مش عايزين هو يتعلم، احنا عايزين احنا اللي نعلمه. فاهم؟ لكن دي لا فرقه معاه، الثقه دي فرقه معاه جدا. النهارده لو ما عندوش الثقه دي انت ما كنتش هتتكلم عليه اصلا. اوكي، مش هتصنفه اصلا ان هو احسن واحد. فاهم قصدك. اوكي.